فودة بيتمرن ازاي، فودة حياته ماشيه ازاي، فودة فين وساكن فين وبيعمل ايه، كل ده هنعرفه النهارده وتفاصيل حياه فودة. يلا بينا على الجيم ونشوف فودة بيعمل ايه. بعد ما الوحش خلص التمرينه بتاعته، دلوقتي هنروح على البيت ونعرف هو بيعمل ايه، بيحضر اكله ازاي، بيطبخ ازاي، بيعيش جوه البيت ازاي. تعالوا بينا نروح على بيت فودة دلوقتي حالا، يلا. فودة، احنا النهارده في المطبخ معاك يا فودة، عايزين نعرف تفاصيلك ونعرف تفاصيل يومك، بتاكل ايه. انت عارف دايما ان انت في الاونه الاخيره كده بقيت حدث للناس كلها، كل الشباب بقت بصالك فودة فودة فودة، يعني واخدينك في نفس الكادر بتاع رامي. فكلمنا عن تفاصيلك بقى، يومك بيمشي ازاي، بتاكل ازاي، بتعمل ايه؟ يوم بيبتدي من 8 الصبح. تمام. اول حاجه بصحى لازم اخد البروتين الايزو على الريق. ده بيبقى في فتره اللي هو الكاتنج او التنشيف. الكاتنج قبلها بشهرين. قبلها بشهرين عشان انا بقطعه قبلها بشهر كامل البروتين. فباخد الاول الايزو اول ما بصحى، بعدها على طول بنص ساعه بخش كده العب كارديو 50 من 40 ل 50 دقيقه على الريق. وبعد كده بخلص التمرين بفطر، بعمل الفطار بتاعي بيبقى عباره عن شوفان 200 جرام شوفان و10 بيضات بياض و300 جرام لحمه ستيك. ده بتبقى دي بتبقى وجبه الفطار. دي وجبه الفطار. تمام. في مطبخ فودة اول حاجه بتبتدي تحضرها طبعا، بالنسبه انت قلت الفطار بتعمل الرز والبيض والستيك، انت بتبداها ازاي؟ الرز خلص اهو. يعني انت دايما بتعتمد على الستيم بتاعت اللي هي بتاعت البخار. وبعمل عليها برضو البانيه، وبعمل عليها اللحمه برضو نفس النظام. مش اوقات يعني كتيره حتى بشوي الفراخ كمان بتسلقها. مش اوقات كتيره بعمل على الجريل عشان ما بحبش المشوي، بعمله على طول على الستيم. شوف حياه اللاعب كمال اجسام، بتحسها انها صعبه، بتحس ان دايما بيبقى فيها مشقه، ولا بتبقى العمليه سهله؟ هي تعود، هي صعبه جدا بس هي تعود. يعني انت بتتعود على انها صعبه فبتنتهي على انها بقى خلاص بقت حاجه طبيعيه، يعني حاجه في دمنا بقى كل يوم بنعملها. يعني كل يوم اصحى لازم اعمل الاكل، لازم اتمرن كارديو على الريق، لازم ان انا اتمرن مرتين في اليوم. خلاص طبيعي بقى، بتتعود، تبدا تتعود على كده. طب معلش، انت حاطط دلوقتي الرز على الحافه بالظبط، العلبه وقعت، بتحس يعني بتعب ان انت العلبه وقعت دي وتبتدي تعمل من جديد وتعمل رز من جديد؟ هل بيبقى في هي دي المشقات اللي انا دايما عايز بس ادور فيها؟ اتعلمنا الصبر، فاللي هو عادي يعني هعمل علبه غيرها مفيش مشاكل كده كده. يعني انا بقعد بتاع ساعه في المطبخ كل يوم الصبح. محدش بيعمل لي اكل، لا والدتي ولا اختي ولا اي حد، انا بعمل اكل بنفسي. انت اللي حابب تعمل ده، مش هم رافضين يساعدوك؟ مش هم رافضين، بس برضه مش عايز اتعبهم يعني، عشان هي دي حياتي. فانا عايز ان انا اكون ماشي في حياتي بالطريق اللي انا ماشي فيه، اللي هو انا عايز اعمل كل حاجه لنفسي، اعتمد على نفسي من الاخر. يعني ناخد البروتين الاول الايزو. انا اللي عاجبني كمان ان انت يعني في الموضوع مش فارق معاك منتج مصري او منتج عالمي او بتاع، هو الفكره ان البروتين يبقى جوده وخلاص، صح؟ واهم حاجه الجوده بتاعت البروتين دي، صح. اهم حاجه. صح. ما دام جوده البروتين عاليه خلاص. وكده كده احنا لازم نشجع يعني المنتج المصري، ما دام هو نفس القيمه بتاعت المنتج الاجنبي. بالظبط. احنا عندنا عقده الخواجه. ايوه بالظبط. ما هو انا عشان كده انا دايما بحب اتكلم مع الناس الابطال، لان انتوا بتبقوا يعني مصداقيه بالنسبه للشباب التاني. لكن انت اي صاحب شركه دلوقتي يقول لك ايه، انا المنتج بتاعي احسن منتج في العالم وبتاع. طب انت جربته ما جربتوش؟ يعني فاهمني، هي الفكره بعد بتبقى بتحكم بالتجربه. لو انت جربته وفعلا عمل معاك نتيجه يبقى هو المنتج كويس. هي دي المشكله بتاعتنا، بس ان احنا بناخد المنتج المصري فبنقول عليه وحش. مع انه هو اي حاجه مصري بالظبط. اي حاجه مصري لازم تتقال عليها وحش، مع انه هو نفس
المنتج الاجنبي ونفس الخامه اللي بيجيبها المنتج الاجنبي بنجيبها المنتج المصري. بس انت عارف بقى ان احنا عندنا لازم المنتج الاجنبي عشان يعمل عضلات، مصر ما بيعملش عضلات. كابتن فودة حبيبي يا كابتن عادل. والله بص، مش عارف اقول لك قد ايه انا سعيد ان انا معاك. انا سعيد. وحاجه جميله ان انا اقدر اوري للناس ما وراء الكواليس، ما وراء فودة، مين فودة شافوا. يعني الناس وهي بتتفرج علينا هتبقى شايفه فودة ده عامل ازاي. عايز بقى اخش معاك في شويه حاجات كده حصلت لك لازم نتكلم فيها. تمام. تحب نبدا من الاصعب ولا الاسهل؟ اصعب. الاصعب. ليه دايما فودة ما بيعمرش في شركه مكملات؟ يعني لما بيبقى عنده عقد سبونسر مثلا او حاجه، احنا شفناك مضيت مع كذا شركه، اخرهم كان مؤخرا شركه واوان. فجاه لقيتك منزل بوست بتقول ان انت نهيت عقدك مع واوان. ليه؟ ايه اللي حصل؟ هو مش انا اللي بنهي معاهم التعاقد، هم اللي بينوا التعاقد بعدم التقدير. هي بسيطه جدا، هي حاجه ممكن تتحل، بس هو عدم تقدير في كل حاجه. يعني لو بنتكلم عن نيتروبوليكس فكان نفس النظام، عدم تقدير، وكان مطالبه بحق اكتر من الحقوق بتاعتي. نهينا نيتروبوليكس، دخلنا على شركه واوان، نفس النظام برضو. واوان طب ايه، تعالى نروح لنيتروبوليكس الاول نفهم منها ايه اللي حصل. نيتروبوليكس هو بيطالبك انك كل يوم بتنزل صوره للشركه، كل يوم طب وده بالنسبه لك بيبقى بشكل دوري؟ صعب، لان انا مش كل يوم هلبس نفس التيشيرت، وهو كان تيشيرت واحد. فهمت. انت بتتكلم على شركه مديك تيشيرت واحد بتصور بيه كل يوم، فعايزك كل يوم بتصور نفس الصوره. يعني التيشيرت عايز يتغسل، عايز يتنشر، عايز يعني مش كل يوم. بيبقى ايه المقابل قدام ده؟ يعني هو مثلا العقد اللي ما بينك وما بين مثلا نيتروبوليك كان ايه المقابل فيه؟ يعني الناس بتفتكر ان انت بتاخد ملايين من ورا شركات المكملات. هو انت ما بتاخدش ملايين؟ هم ما يعرفوش ان انت ما بتاخدش الكلام ده. انت بتاخد، يعني انا كنت في نيتروبوليكس باخد 2000 جنيه، تمام؟ 2000 جنيه في 2000 جنيه في الشهر، يا اما تاخدهم 2000 جنيه يا اما تاخدهم مكملات. تمام. يعني انت ما بتاخدش مكملات وفلوس؟ الناس كانت فاكراك ان انت بتاخد مكملات زي ما انت عايز من الشركه، وبتاخد كمان فلوس 10000 جنيه 20000 جنيه. انما هو مفيش الكلام ده. ده نيتروبوليكس خلصت منها، تمام، وانتهى التعاقد. وزي كالعاده يعني في اي مصر اي خلاف بين اتنين ما بينتهيش على انه الخلاف بينتهي ودي، بينتهي بزعل دايما. فانتهى الخلاف، تعاقدت مع شركه واوان. شركه واوان عدم تقدير من كل حاجه يعني. حتى الناس اللي بترد عليك كانك حد شغال عندهم، بتشحت منهم. مش عقد مبني. ليه من وجهه نظرك ليه مضوا معاك من البدايه؟ انا نفسي اسال السؤال ده، انت ليه مضيت معايا من البدايه؟ لان انا حاسس ان انا رحت قلت له إيه، انا عايز امضي معاك. يعني من التعامل اللي هم كانوا بيعاملوني ليه، لا يعني كان بيبعت لكل، حتى التيم بتاعنا بتاع واوان كان يبعت لهم دعوات لان هم يسافروا دبي، يقفوا في البوز بتاع واوان، يسافروا السعوديه، يفتحوا الجيم، يكونوا متواجدين في الجيم، كل ده ببلاش. البطولات كانوا بيسافروها على حساب شركه واوان. انا الوحيد اللي ما كانش فيه الكلام ده، ولا كانوا بيعبروني باي حاجه. ما يبعتلكش حاجه ولا اي حاجه، ما كانش فيه اصلا. يعني حتى لما بتكلم حد فيهم بيرد عليك بيقول لك طب ماشي انا هبقى اسال ابو حمزه، طب ماشي انا هبقى اسال ابو يوسف. يعني انا من خلال اللي انا بشوفه وردود الافعال مع الناس او الجمهور بالنسبه لفودة، انا شايف ان فودة بقى ماركه مسجله بالنسبه لاي شاب دلوقتي بيشوف فودة بالنسبه له حاجه خطيره. فانت مسمع والانستجرام بتاعك كبير والفيسبوك بتاعك كبير، فانا شايف ان انت يعني بتبقى مرايه للشركه اللي انت بتبقى ماضي معاها مثلا. طب ليه هو انت من وجهه نظرك ليه ما كانش بيستضيفك في حاجات زي كده؟ مش بيستضيفني، بس انا حاسس ان انا كنت مجرد ايه اللي هو عاش الملك متى الملك. ما كنت جامد مضوا معايا. لما انا اتصبت في دراعي وقعدت الفتره اللي انا قعدتها ديت، فحسيت ان لا بقى خلاص انت ما بقاش ليك مكان دلوقتي في الشركه، او مش عايزينك بمعنى اصح. فبقى اللي هو بقى التعامل اختلف خالص عن الاول، حتى الرد عليك بيبقى رد وحش. يعني جه في يوم بيقول لي انت كلفت الشركه $60 عشان رجعت الحاجه تاني.
يعني ايه $60؟ عادل ووان لا بيكلمني الراجل اللي عنده اللي هو بيبعت لي الحاجه ايا كان، بيقول لي عادل ووان صاحب مؤسسه ووان بيتكلم في $60. انت كلفت الشركه $60 غرام عشان الحاجه رجعت تاني من المطار عندك لعندنا. فانت ايه $60 بتتكلم فيهم؟ انا بشتري مايو العب بيه بطوله، مايو $150. انت من وجهه نظرك هل السبونسرات فادتك في حاجه؟ ما بتفيدكش في حاجه على قد ما هي بتضرك في التأييد اللي هم بيأيدهولك. هو مأيدك في كل حاجه، مأيدك في انك تلبس تيشيرتات، ومأيدك في انك بتشرب في الشكر بتاعه، تاخد مكملات وكل حاجه. انت عايش 24 ساعه للشركه اللي انت بتمضي معاها، تمام؟ مش بتفيدك في حاجه على قد ما هي بتضرك، وبتفضل يعني مأيده حياتك. انت مش حر، انت مش حر، انت بتتمرن بس انت مقفوش بحاجه اسمها الشركه اللي انت ماضي معاك في كل حاجه. يعني حتى انت مطالب ان انت لو هتعمل حاجه او هتلبس شوز بتاع شركه تانية او حاجه تانية، انت لازم تتصل بيهم وتستأذن منهم، ومقابل ده كله انت بتاخدش حاجه مقابل ده كله غير عدم التقدير. فانت لا، هي الناس فاكره ان السبونسر انا همضي مع سبونسر فهيريح لي بقى طول حياتي، هيجيب لي اكل بقى وهيجيب لي مكملات وهيجيب لي اللي انا عايزه كله، ويحضرني للبطوله ويسفرني. مفيش الكلام ده، مفيش. انا لما حتى كلمتهم في انهم يسافروني بطوله وان الاخيره ديت، ابو يوسف رد عليا قال لي هنفكر ماشي في الموضوع وهعرض الموضوع على ابو حمزه، مع ان انا ماضي عقد بيقول ان المفروض ان هو يسفروني وفندق وكل حاجه على حسابهم. بس طب انت ليه ما نفذتش بنود العقد؟ يعني ليه ما لجأتش مثلا ان انت تشوف محامي او حاجه زي كده؟ بص انا عارف انت شخصيه مش بتاعت مشاكل، انا عارف ده كويس جدا، بس انا شايف من وجهه نظرك او من اللي انت بتحكيه معايا ان ده حقك ان انت عايز تعمل حاجه زي كده، او انت شايف ان حقي ما كانش فيه تقدير. وغير حقي. ما فيش حاجه اسمها ان انا ماضي معاك عقد 3 سنين انت تيجي تقول لي اصل احنا عملنا لجنه واللجنه هتبص في حالتك ومش هتبص في حالتك. انت ما بتعملش لجنه بمزاجك، انت بتستاذن مني الاول وبتسالني هل انا ينفع اعمل لجنه عشان انا عايز ابحث في الحاله بتاعتك من اول وجديد. انا واقف اقول لك اه او لا، انما انت ما تبحث وتشوف حالتي منك لنفسك. تفتكر هو عمل معاك كده عشان انت ما بقتش نجم زي ما كنت؟ ما بقتش، بس والله يعني انا الحمد لله شكرا لك يا رب ما فيش مصيبه وقعت فيها في حياتي الا لما كان بعديها حاجه كبيره قوي في حياتي. يعني يوم ما سبت شركه نيتربولكس رحت كسبت ووان وكسبت كارت الاحتراف بتاع اتحاد ووان. يوم ما سبتها على طول يعني بعدها باسبوع متهيألي ما كانش فيه. فبرضه نفس النظام، انا عارف ان ووان لما سبتها ربنا يكرمني بحاجه افضل واحسن، عشان انا بتعب. انا ما بعملش حاجه اقل من الناس اللي بتتعب ديت. لا انا بتعب زيهم واكتر منهم. مين بيتعب معاك في حياتك ان انت تفضل مكمل؟ بيتعب معاه ناس كتيره، بيتعب معاه كيمو، بيتعب معاه مبابي. هنتكلم على كيمو كتير عايزين نعرف في برضه فتره كده كان انت ومبابي بقيتوا مجتمعين مع بعض وظهرتوا جامد قوي كنتوا تيم حلو قوي، وبعدين فجاه دلوقتي مبابي انشغل وانت انشغلت، ايه اللي حاصل؟ لا احنا لسه الحمد لله شكرا لك يا رب. مبابي اخويا ودايما برجع له، يمكن اي حاجه بعملها برجع له قبل ما اخد قرار في اي حاجه بتصل بيه. وهو يمكن عشان برضه اكبر مني فاعقل مني في حاجات كتيره، يمكن عشان اصغر فمتسرع شويه. هو انت عمرك 23 سنه دلوقتي صح؟ فهو بيقول لي لا ما تعملش كذا، لا اعمل كذا، لا حضر لكذا، لا ما تحضرش لكذا، لا انا عايز اسالك على حاجه. انت 23 سنه تفتكر اللي انت فيه او الشعبيه او الجماهيريه اللي حصلت بالنسبه لك دلوقتي دي سابقه لاوانها؟ سابقه لاوانها، بس هي كرم من ربنا. يعني يمكن عشان تعبت، ويمكن تكون فعلا سابقه لاوانها ومش ما كانش ينفع تكون دلوقتي. بس يمكن انا عملت شعبيه مش حاجه، مش غرور مثلا، لا هي ثقه في النفس شويه. عملت شعبيه في ناس كتيره يعني معدياني بالعمر لسه ما عملتهاش. بس هو ده انا ملخصه في حاجه واحده، ان انا حامد ربنا وشكر على كل حاجه. يعني انا حتى لو ابتليت انا مش زعلان، انا الحمد لله شكر لك يا رب. يمكن المستوى اللي انا وصلت له قبل الاصابه لو كنت لعبت بيه اي بطوله في الدنيا انا كنت واثق ان انا هكسب. بس يعني هو ربنا قدر انه يعمل معايا كده، يمكن عشان يشوف صبري. فانا الحمد لله كنت شاكر وعارف ان في حاجه احسن من الحاجه اللي فاتت. والله هو مبدئيا كلمه صبر بالنسبه لك دي، فانت عندك صبر رهيب. انت تطلع من مشكله تقع في مشكله تطلع من مشكله. يعني انت ابتديت عمرك وبدات وقلت هتبقى لاعب كمال اجسام، بوم 4 سنين وقف. وبعد ال4 سنين اهو الدنيا ابتدت تفتح معاك شويه، الشركات عماله يعني بيخلفوا كلامهم معاك وبيبيعوك. هو اخر المطاف دلوقتي هتعمل ايه؟ انت شايف اللي جاي ايه؟ انا اللي جاي بعد كده لا انا لازم افكر بقى في، يعني مش هبقى متسرع تاني زي الاول. مش اي شركه تيجي امضي معاها، لازم تفكير، لازم ادرس البنود بتاعه العقد،
مش هبقى فرحان وخلاص بقى اللي هو رايح امضي في فلوس في مكملات، لا يعني الكلام ده كان زمان بقى خلاص، وانا اتلسعت مرتين، فلازم ان انا بقى بعد كده افكر في اي حاجه انا اعملها او اي خطوه اخدها لازم اكون بفكر فيها، يعني ادرسها شويه. من وجهه نظرك انت افدت شركه ووان او شركه مترابوليك؟ انا الحمد لله ما فيش حاجه في الشركتين ما فتش فيهم، حتى انا كنت اكتر واحد شغال في الشركه دي او في الشركه دي، ويمكن في البوستات بتاعتي بتاعت وان حتى كنت انا اكتر واحد شغال في الشركه برضو. يعني برغم من كده باعوك اول واحد. باعوني وانا عادي، انا مش زعلان والله. يمكن انا قلت لك لما انت كلمتني في الموضوع ده، يعني يمكن بينا وبعضينا عشان انت اخويا الكبير، انت عارف انا قد ايه بحترمك وبحبك، فلما انت كلمتني انا قلت لك حتى لو خدمني يوم واحد فانا عادي، مش ناكر جميل. شاكر لليوم مش ده، ناكر جميل. بس هو انت ابن اصول، ما دي ما فيهاش خلاف عليها. الناس اللي تعبت معاك كيمو، كلمنا عن كيمو شويه. كابتن محمد كمال مدرب المنتخب المصري طبعا ليه كل التقدير والتحيه، كلمنا عن كيمو. احكي لك حكايتي مع كيمو اصلا من اولها. اتفضل. انا كنت بلعب بطوله الجمهوريه تحت 19 سنه، وكنت بلعب مع اللعيب بتاع كيمو فكسبته، خدت اول، اللعيب بتاع كيمو خد ثالث. فبعديها بشهر كلمني واحد صاحبي قال لي ده في مدرب اسمه محمد كمال كيمو، قلت له عارفه يا عم المدرب التخين ده ومش عارف ايه وكده. فقال لي قلت له طب تمام انت عايز ايه؟ قال لي تعال نروح له كده نشوفه. قلت له يا عم لا يا عم ده طب مش يخسس نفسه الاول. وفضلت اضحك وصاحبي بيضحك ومش عارف. المهم رحت الكيمو، قال لي خش سخن، دخلت سخنت، خرجت قال لي اقلع، قلعت. كيمو قال لي هو شتم في الاول، شتمني وقال لي ايه العضلات دي؟ قال انت عندك كام سنه؟ قلت له عندي داخل على 20 سنه اهو، وعايز اجهز لبطوله العالم ناشئين. قال لي ناشئين انت هتلعب كبار. يمكن هو كيمو اللي اكتشفني في الموضوع ده، اكتشفني في العضلات، وهو اللي ظهرني على الساحه. هو ليه نظره بصراحه. وياما وقف جنبنا كلنا، يعني انا بالذات لا كيمو وقف جنبي كتير قوي في كل حاجه والله. يعني كيمو الوحيد اللي بيدعمني معنويا نفسيا، وعلى طول يتصل بيا، على طول واقف جنبي في حتى كل في السفريات ماديا، حتى في كل حاجه. السفريات كمان دايما وراك معايا. هو مش مطالب كمدرب ان هو يسافر معانا اي بطوله، يمكن هو بيغرم على الحكايه ديت وبيدفع فلوس كتير، وهو عنده عيال اولى بالفلوس ديت، مع ذلك هو بيعتبرنا احنا عياله، عشان كده انا مسميه ابويا. هو ابويا فعلا. طيب الدراسه ظروفها ايه معاك؟ هل بتفكر ان انت يعني ترجع تكمل التجاره وتخلصها وتبتدي تمسك كارير ان انت تبقى محاسب او تشتغل في بنك او تشتغل في اي حاجه؟ هترجع للكلام ده ولا بالنسبه لك الكلام ده خلاص بقى شيء مفروغ منه، انت بقيت لاعب كمال اجسام وبتدور على اللاين ده وتفضل ماشي وراه؟ مش بدور على الدراسه دلوقتي قوي، يمكن كانت في اول حياتي بدور عليها لحد ما وصلت كليه تجاره. انا دلوقتي في سنه ثالثه، بقالي دي 5 سنه في سنه ثالثه. فمش بدور على النجاح والتعليم دلوقتي كاني بدور على الكمال اجسام. لا، كمال اجسام شغله 90% من حياتي. ما فكرتش في يعني الفيكونه او الاختراع اللي كل لعيبه كمال الاجسام اغلبها في مصر بتفكر فيه دلوقتي، ان هو ياخد شنطته ويطلع على دوله عربيه، او يطلع بما معناه يطلع على الكويت؟ اقول لك حاجه، انت في اي دوله عربيه على قد ما انت مفكر ان انت تروح برضو هتعيش حياتك كمال اجسام، على قد انت بتبقى مطالب برضو بحاجات من الناس اللي هترعاك، لان هو مش هيديك فلوس وخلاص، يعني مش هيرعاك وخلاص. على قد ما يعني هو هتكرس حياتك بمعنى صح للشخص دوت. انا مش بفكر فيها كده. يعني انت في يوم من الايام قلتها لي لما كنا في الاستاد في بطوله احمد علي، قلت لما الناس كانت بتقول لي اطلع بره وعيش حياتك بره، انت قلت لي لا يا ابني خليك في مصر، وهتطلع من مصر وهتعيش في مصر وهتبقى بطل من مصر. صح. فلا انا بفكر فيها كده، والحمد شكر لك ربنا مشهور لحد دلوقتي في مصر، لا سافرت ولا رحت ولا جيت. في واحد سالني قبل كده سؤال، قال لي تفتكر يا هاني لو بيج رامي ما كانش في الكويت وكان في مصر، تفتكر كان هيبقى رامي؟ قلت لهم ردي كان كده، قلت لهم رامي اذكى اذكياء العالم، رامي ذكي جدا، انت ممكن تشوفه طيب بس هو ذكي جدا. لو حطيته في الصحراء رامي كان هيبقى رامي، لان هي الفكره ان انت تشغل دماغك، والفكره ان هو انت ده ازاي صح. على تعرف فكره تعمل ده. اللي كابتن رامي بيعمله ده صح، يعني خير الكلام ما قل ودل. انا بحب رامي لانه لما بتبقى قاعد قدامه كده مش بني ادم بيتكلم كتير ويشكر في نفسه كتير، على قد ما هو سكوته بيبقى فيه كلام كتير قوي، يعني اللي هو بني ادم بيطبق الحديث بتاع الرسول فعلا، اللي هو يعني خير الكلام فعلا الصمت. ان لم تكن خيرا فلتصمت. خلاص هو فعلا راجل صامت قاعد معانا صامت. هو ممكن يضحك يهزر معانا مش عارف ايه، بس هو مش بيحكي كتير قوي عن حياته
ان هو مش عايز يبين للناس ان انا حياتي تعبت فيها ومجتهد فيها وطلعني فيها، لا على قد ما هو عايز يحسسنا ان هو عايش حياته جميله وسهله عشان بس نوصل للي هو في يوم من الايام هو فيه، وهو بيتمنى لنا كلنا الخير. وده في اغلب الشباب دلوقتي في سنك كده او يمكن اقل منك دلوقتي بيبقى طموحهم ان هم يوصلوا لنفس المستوى اللي فوده عمله. فوده احسن سيمتري في مصر، فوده اشيك فورمه في مصر، فوده. عايزين نعرف الشباب دي انت بتجيب فلوس منين؟ بتصرف على اللعبه ازاي؟ اللعبه دي مجنونه الفلوس. خلينا متفقين ان هي الاول جينات، هي لعبه جينات. تمام. يعني انا لو جيناتي مش حلوه مش هبقى فوده. هو ربنا مدي لفوده موهبه بس، فانا استغليت الموهبه ديت في شكل دلوقتي في اللي انا وصلت له ده. دي اول حاجه. تاني حاجه فلوس، يعني على قد ما بقدر كانت والدتي بتوفر لي فلوس، والدي بيوفر لي فلوس، وكنت بصرف على اللعبه. انا كان والدي عايل لي في الاول خالص، يعني كان والدي انا فاكر عايل لي 10000 جنيه في البوسطه. دول اللي بدات بيهم حياتي، دول اللي بدات بيهم كل حاجه. استلفت فلوس عليهم من الناس، وبعد كده اشتغلت بعد ما خلصت البطوله بتاعت 19 سنه وسددت الفلوس. هي بدات حياتي كده، كل بطوله بكسبها باخد فلوس منها، بحضر اللي بعديها وبتداين بفلوس تاني وبشتغل وبعد كده اسدد. يعني هي دي حياتي. بتشتغل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا شغال في جيم، في بالانس جيم هنا، شغال مدرب. بس في فرع الشيراتون، يعني احنا في فرع التجمع، لا شغال في فرع الشيراتون. بتلاقي عندك وقت ان انت تقدر توفق ما بين ان انت تاكل وجباتك وان انت تتمرن تمرينتين في اليوم وفي نفس الوقت ان انت تمرن حد وتبقى مسؤول عنه؟ بص انت مجبر، لان انا لازم اجيب فلوس. لا هي انا مش بسالك السؤال عشان تقول لي مجبر، انا بسالك السؤال عشان تقول لي تعملها ازاي عشان الشباب اللي بتتفرج علينا تستفيد من خبرتك. انت كل اللي انا بعمله ان انا اصور معاكوا انتوا كابطال، انا وانت مش كسبانين حاجه. المكسب الوحيد بالنسبه للمشاهد اللي بيتفرج ده ان هو يفهم انت بتعمل ايه. فعرفنا بقى بتعملها ازاي. ده اساسي ان انا لازم اصحى الصبح برتب يومي كله ماشي ازاي. يعني انا يوم الصبح هو 90% من نجاح اليوم. يعني انا اقوم الصبح لازم ان انا اتمرن الكارديو بتاعي، اعمل اكل الوجبات بتاعتي كلها 6 وجبات بتوع اليوم، واخدهم معايا الشغل، اخدهم معايا التمرينه الاولى، اتمرن التمرينه الاولى بعد الكارديو، بعد الفطار اتمرن التمرينه الاولى، بعد كده اخد الاكل بتاعي واروح الشغل، وافضل قاعد في الشغل لحد التمرينه الثانيه. مره اتمرن طبعا ما بين التمرينه الاولى والتمرينه الثانيه انا بمرن الناس اللي معايا البرايفت. بتبقى قادر؟ ساعات ما ببقاش قادر وساعات ببقى قادر، بس يعني لما ما بكونش قادر بقول لنفسي اصل انت هتجيب فلوس منين؟ انت مجبر ان انت تعمل كده عشان تجيب فلوس، لان انت لو قعدت في البيت سامحني انت عارف ان انت يعني مد الايد في اللعبه دي وحش. طبعا انت مش كل واحد هتطلب منه فلوس هيوافق. يعني في ناس هتقول لك لا، او كل واحد برضه على قد ظروفه. حصل لك موقف لما استلفت فلوس عشان تشتري مكملات او تبتدي تجهز لتمرين لبطوله حصل لك موقف معين لا ما تنساهوش ابدا يخليك تنصح الشباب انها ما تستلفش او ما تتدينش عشان تكمل في اللعبه؟ لا حصل كتير، مواقف كتير. يعني انا اصعبهم كان ايه؟ اصعبهم بدون ذكر اسامي الاشخاص. اصعبهم بتاع بطوله العالم اللي توقفت فيها. كنت ماضي على وصل امانه، وصاحب وصل الامانه فضل يعني يقول لي ان انا يعني هعمل قضيه بالوصل دوت، هروح القسم اعمل القضيه بالوصل دوت لان انت مش عايز تسدد الفلوس. فانا اليوم ده اكتر يوم ندمت فيه في حياتي ان انا خدت فلوس من حد. المبلغ كان قد ايه ساعتها؟ كان 16000 جنيه. على ذكر كلمة تجار المكملات، ليه ما فيش حد فيهم بيتوسم الخير فيك ويساعدك؟ هم بيساعدونا بس مش بيساعدك بانه يديك الحاجة ومش عايز ثمنها، هو بيساعدك بالصبر عليك. يعني بأمانة. فهمت. يعني كذا حد، يعني يوسف مكرم، احمد علي، الناس دي بتساعدنا بأمانة ربنا وبيستنى عليك. هو ما بيطلبكش بالمبلغ دلوقتي، هو بيقول لك انا منتظر لحد ما ربنا يسهل لك وييسر لك الحال وخلاص. كان انا اتصبت وكان يوسف ليه فلوس واحمد علي ليه فلوس، ما حدش فيهم بامانه ربنا اتصل بيا غير انهم اتصلوا قالوا لي انت عامل ايه؟ ربنا يشفيك ويمر بالسلامه، ويا ابني احنا مش عايزين الفلوس منك غير لما ربنا ييسر لك الحال. هو اخلاق كابتن احمد علي صاحب بودي بيلدينج هاوس، احنا بنشكره طبعا، عامل طفره جامده في عالم المكملات وبيساعد شباب كتيره. انا بشكره شكرا جزيلا، يعني بعيدا ان هو صديقي الشخصي مثلا او حاجه، بس هو بصراحه انا شايفه واقف جنبك اهو. ابسط مثال انت، او مثال اهو انت اللي بتحكي على فكره، يعني واقف جنب ناس كتيره. طب وده حلم السفر ما بيراودكش ان انت تسيب مصر وتروح تلعب بطوله بره وتعيش بره، تبقى مثلا زي كابتن اسلام المصري انه عايش في امريكا وكابتن اسلام انت عارف لو ظروف ما كانتش هتساعده ان هو يطلع امريكا ما كانش خد كارت الاحتراف. خلينا صراحه، يعني المشكله انا مرتبط بامي شويه. فما والدتك امي مش هترضى ان انا اسافر
الاول هو انا هارده، يعني انا مش هقدر اكمل سنه كامله من غير امي. يعني انا عشان بحب امي قوي. بتساعدك جامد هي؟ بتساعدني جامد. وامي عشان يعني مرت زمان وهي صغيره بالحاله اللي انا فيها ديت، ان هي وقفت مع نفسها كتير، اهلها جم عليها كتير الكلام دوت، فهي اللي وقفت سندت نفسها. فعشان كده هي عارفه اللي انا بمر بيه ده. هي على فكره مش موافقه على اللعبه دي خالص، يعني هي عارفه ان انا بصرف الفلوس اللي معايا كلها على اللعب. مش مبسوطه ان ابنها بطل واسمه مبسوطه ومش مبسوطه بيرج يعني. الدنيا؟ مبسوطه ومش مبسوطه، تلاقيها متخانق معايا تقول لي استفدنا منك ايه؟ يعني ايه مشهور؟ ايه يعني استفدنا منك ايه؟ المهم الفلوس فين؟ ما معكش فلوس تتجوز ولا تعمل اي حاجه. انا مش ببص لها كده، يعني بصبرها هي بقول لها الفلوس جايه قدام. ما هو انا بصبرها بقول لها ما حدش يعني من اوله كده بيكسب، انت بالظبط لازم طبعاً تتعب يعني. تشقى بالظبط. وبعد كده بتوصل صح بعد كده. صح. طب انت من وجهه نظرك هتعمل ايه في الصعوبات اللي حواليك؟ هتتخطى المحنه دي ازاي؟ هتعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي خلاص بقيت على عهده نفسك، ما بقاش فيه سبونسر معاك دلوقتي. انا على قد ما اقدر ما بفكرش في النقطه ديت، على قد ما انا بفكر في ان انا اكمل بقيت حياتي ازاي. يعني انت كده لو انت شغلت بالك بالمشاكل، شغلت بالك باللي بيقولوا الناس، شغلت بالك باللي بيعملوا معاك الناس من مواقف، انت مش هتكمل في اللعبه ديت. لان هي اللعبه ديت يعني 90% منها 90% ما بيحبش غير الخير للتاني. هي لعبه مليانه حقد وغل، فانت لو ركزت مع الكلام ده انت مش هتكمل. فعلى قد ما اقدر انا بتجنب ده كله، بان انا عندي تمرين هتمرن واخلص تمريني، عندي اكل هاكل، اخلص اكلي، عندي نوم هنام، اصحى اعيد اليوم تاني من اوله وجديد. خلاص انا كده يعني، اللي بيتكلم يتكلم، اللي بيقول يقول، وربنا يسامح الجميع يعني ويهدي الجميع. لا باذن الله اقعد الناس اللي الايام الجايه يكون في حاجه مختلفه كشكل كالقاب وككل حاجه، باذن الله يكون في حاجه مختلفه نفاجئ بيها الجميع باذن الله. حلمك تروح اولمبيا؟ حلمي، بس يعني يمكن هو ربنا مأخرها لي شويه، يعني هي مش دلوقتي، لان انا مش جاهز لها دلوقتي خالص. يعني في فنيات كتيره في جسمي، انا كمحمد فوده مش يعني هقدر اعدلها. انت بتعترف ان انت عندك ديفوهات في جسمك، طبعا، عيوب في جسمك؟ طبعا مفيش لعيب فينا ما فيهوش ديفوهات، فالديفوهات دي مش هتتعدل الا انت كل مرحله ولها وقتها. انت بتنتهي لمرحله المحترفين في دنيا تانية وعيشه تانية وقصه تانية. بالظبط. كل الديفوهات دي بقى تتعدل فيها، تقدر تطلع على مسرح تقف. اصلا انا مش هطلع على مسرح اخرج بره العشر الاوائل، تمام؟ انا لو ما نافستش على الاول يبقى ملهاش لازمه ان انا اسافر العب بطوله. مش هلعب تاني وتالت. تاني وتالت دوت الورداني قالها لي كلمه انا افضل متذكرها لحد النهارده، من التاني للعاشر زي بعض. ما فكرتش تروح اكسجين؟ فكرت، بس طبعا انت يعني اكسجين مليان لعيبه ومليان، بس مش مليان الخامه بتاعتك. بس مليان لعيبه كتير قوي، يعني ان هو موجودين في الاولمبيا. مسرح اولمبيا نفسه عليه تقريبا بيبقى في حدود ال 12 ل 15 لاعب، فمسرح اولمبيا مليان. بس برغم من كده رامي بدأ من سابع لغايه لما وصل لتاني، و2018 هيبقى اول ان شاء الله باذن الله بقى. احنا بنتمنى له طبعا ده. فاكسجين مليان، ايه المشكله ان انت تروح وتشق الصخره جوه اكسجين وتطلع وتبقى من ضمن الناس؟ باذن الله انا بفكر فيها باذن الله، بس هي المشكله ان هي عايزه مجازفه شويه، ان انت هتبدا برضو من الصفر زي ما رامي بدا، فعايزه مجازفه في حاجات كتير. يعني انت هتقعد تحارب في دنيا تانية خالص، ما انت هتنتقل من دنيا مصر وابطال مصر وقصه مصر لدنيا محترفين. انت تفتكر من وجهه نظرك لو انت رحت قدمت نفسك لتيم اكسجين هيوافقوا عليك ياخدوك اصلا بعد ما انت كنت مع ووان؟ ما اقدرش اقول لك ولا لا، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان هو دي حاجه بتبقى في ايد بقى ابو فيصل هو اللي بيحدد مين اللعيبه اللي بدر بوداي. هو اللي بيحدد مين اللعيبه اللي بياخدها ومين اللعيبه اللي بيختارها تبقى معاه في الفريق. وما اعرفش انا هو ما تفتكرش ان هو ممكن يكون شافك او اتكلم عليك في بطوله او حاجه؟ ممكن ومش ممكن. عالم كامل اجسام واسع قوي ومليان لعيبه، فممكن يكون شافك وممكن ما يكونش شافك، ممكن يكون يتكلم عليك وممكن ما يكونش يتكلم عليك. انت بالنسبه لك تقدر تنافس في الوزن المفتوح ولا هتبقى في التارجت بتاعك ال 212؟ انا الحمد لله شكرا لك يا رب، عندي ثقه في اي حاجه انا ممكن العب فيها، بس انا حد يدعمني، يعني حد يبقى واقف ورايا، حد يقول لي احنا لا بس انت شايف حلمك فين؟ ان انت تشيل فيل هيس وتبقى مكانه ولا تشيل فيليكس لويس وتقف مكانه؟ لا انا مش عايز اربط نفسي بكاتيجوري التون تو. هي مش صعبه، هي مش صعبه وسهله يعني في نفس الوقت. هي انت محدد نفسك في ميزان ما بتتطورش فيه، ما بتتطورش من عضلاتك، انت واقف في نفس الميزان دوت سنه ورا الثانيه. لا انا مش حلمي كده، حلمي ان انا كل سنه بظهر بشكل غير الثاني زي رامي كده، كل سنه بيفاجئنا بشكل تاني. هو ده اللي انا حلمي فيه، ان انا كل سنه بطور من نفسي، كل سنه بثبت العالم كله ان انا احسن، كل سنه بثبت العالم كله ان انا اقدر ازود من عضلاتي. فهو ده اللي انا بحلم بيه. انا شايف ان انت واخد رامي كمثل اعلى. انا حاسس ان انت في كلامك في احترامه واخلاقه وفي تعبه وفي اجتهاده
في كل حاجه، كل حاجه. رامي مختلف عن الناس كلها في كل حاجه، ويمكن حتى من يعني رغم النجاح اللي وصل له ده الا انا ما بتكلمش على حد، مع انه هو اصلا لو اتكلم على حد محدش هيلومه. بالظبط. يعني ده حد معدي كل حاجه، بيلعب اولمبي واخد مش تاني. زي نفس الشخصيه بتاعت فيل هيس، يعني فيل هيس دايما النقيض اللي لو نقد مثلا فوده، لو جه قال لي فوده انت وحش، رامي اللي بينقدني، انت فاهم؟ لا هو ما بينقدش، هو ما شاء الله ما شاء الله بيتمنى الخير للجميع، فعشان كده انا بحبه جدا وبتمنى له والله ان هو باذن الله السنه الجايه يكون اول اولمبيا باذن الله. باذن الله نحاول نطلع لعبه كمال الاجسام انها تقدر تنافس مع لعبه الكره في مصر باذن الله. انا وانت جوعنا، جعان طبعا. طب يلا بقى ميت. بص معايا بروتين بار، تعال ناكل البروتينات دي وبعد كده تعالى اعزمك على صدور فراخ ورز عشان الدايت. يلا فرصه سعيده.